طلع المونجارو اللي جواك. الجزء الثالث معلومة مهمة جدا واتكلمت عنها كتير، البروتين. كل الأبحاث بتتكلم على إنه البروتين له تأثير إيجابي جدا على الجليب 1 اللي هو المونجارو والساكسندا والأوزempic. إذا إحنا محتاجين نعمل الآتي. أول حاجة، مفيش وجبة ناكلها من غير بروتين. أهم وجبة يكون فيها بروتين هي وجبة الفطار. البيض عظيم، لكن الأبحاث اتكلمت عن نوع الواي والكازين بالذات كباودر بشكل قوي جدا إنه بيزود الجليب 1. عشان كده جنب فطار البروتين اللي هو هيكون بيض أو جبنة، مفيش مانع إن احنا ناخد باودر واي بروتين مثلا مع شوية فاكهة. العصير ده أو الميلك شيك ده أو البروتين ده غير عادي في تأثيره على الجليب 1 انالوج. مهم قوي تركز ان انت ما فيش وجبة تاكلها ما يكونش فيها بروتين. على فكرة ده سهل جدا في ثقافتنا ان احنا نتغدى او نفطر او نتعشى كارب بس ودهون. عشان كده نتعلم نزود على السلطة يا اما قطع فراخ زي سيزر سالاد او قطع جبنة او حتى فاصوليا او حمص. نتعلم ان احنا لو هنعمل بانكيك نعمله ببودرة الشوفان. انا طبعا بتكلم على الاصحاء لان في اكل كتير انا ممكن اقوله هنا ما يناسبش المرضى، لكن يناسب جدا الناس اللي عايزة تخس وتزود الجليب 1 ومش عايزة تاخد أدوية سواء ساكسندا أوزempic مونجارو، التلاتة اللي بيزودوا الجليب 1. انت في سلسلة طلع المونجارو اللي جواك بعلمك تبس بسيطة ازاي تزود بيها الجليب 1